بادرة امل انه البريطانيين بدأوا يشكلوا مجموعات زي مجموعات استكشافية تيجي تعمل زيارات على اساس يرجعوا يقولوا ان هناك في امن. لما نقول يرجع تاني موضوع العمليات الانتحارية والإرهابية السيئة ترجع للمشهد تاني، هترجعنا لورا مرة أخرى وهتأثر تأثير سلبي على الاقتصاد، تأثير مباشر مباشر على طول. يعني احنا أنا واحد من الناس كمستثمر، يعني أنا عملي المحدود اللي على مستوى المحافظات في الاستثمار العقاري تأثر لدرجة غير عادية خلال السنتين اللي فاتوا دول. فما بالك باستثمار عملاق كمستثمر أجنبي جاي يودع استثمارات ويعمل استثمارات على مستوى عالي. لابد أن يعمل 1000 حساب لموضوع الأمن وأمنه وأمن منشآته اللي هيبدأ يعملها. صحيح. نعم يا سيادة المستشار، كلام مهم. هو الأمن بالفعل أولا وأخيرا هو المهم للاستثمارات الداخلية والخارجية بالفعل. طيب أنا دكتور فهمي ما زلت معي، كنا نتحدث عن الوضع السياسي وما آلت إليه الأمور. هل ما زال الحل السياسي ممكنا في مصر في ظل هذه الأزمات المتكررة والتي لم يشهدها المواطن المصري على مدار سنوات بالفعل؟ شوف حضرتك، السياسة فن الممكن والمستحيل. صحيح. ولا بديل في النهاية عن الحل السياسي. لابد من احتواء الشباب المضلل وكافة التيارات المضللة، لأن هذه التيارات مغذاة بوعي زائف. بيصور لهم إن بيقولوا لهم إن إحنا اللي هنقيم الخلافة، وإن إحنا اللي هننتصر للإسلام، وإن إحنا بنحارب من سحرة فرعون الإعلاميين ومن الزبانية وسدنة النظام اللي هم رجال الشرطة، وإن المجتمع الضال هذا لا يرضى بقيام حكومة إسلامية، ويغذون هذا لدى الشباب ولدى هذه التيارات. وبالتالي هذا الشباب الذي يعاني من فراغ ديني وفراغ ثقافي وفراغ عاطفي يجد ضلته في هذا الشباب عايز يبقى خالد بن الوليد وعايز يبقى عمرو بن العاص وعايز ينتصر للإسلام، فبيتم استقطابه وبيتم تغذيته وشحنه. طب دكتور هاني، ما المشكلة في أن يكون عمرو بن العاص وأن يكون خالد بن الوليد؟ هل هذه مشكلة؟ لا يا سيدي الفاضل، ده أنا أقول أن هذا الشباب متحمس للدين ومحب له. يوجه غلط يعني من قبل هذا. يقولون له أننا من سيقيم الخلافة، وأن هؤلاء هم الزبانية سدنة النظام وسحرة فرعون والذين يفشلون هذا المشروع، فلا بد أن تنضم إلينا. وبعد أن ينضم إليهم يغذونه بالوعي الزائف، وأنت تعلم جيدا أن الضمير الإنساني يقوم على الوعي والإدراك، وبالتالي هو لديه وعي زائف وإدراك خاطئ. وبالتالي حينما يأتي هذا الشباب ليطلب منه للقيام بعملية انتحارية، هو يحكم على الأمر بما يملكه من وعي وإدراك، فيقدم على أنه يفعل هذا من أجل الشهادة ومن أجل نصرة الإسلام، في حين أنه يقتل الأبرياء ويسفك الدماء ويفسد في الأرض. هؤلاء مضللين لقطاع كبير من الشباب، لأن أنت تعلم جيدا أن مبارك من ضمن عيوبه أنه منع العمل السياسي داخل الجامعات وأمات السياسة وأفرغ الحياة السياسية من مضمونها، وهذه الجماعات المحظورة استقطبت عدد كبيرا من المنتسبين الجدد إليها وأصبحوا قنبلة موقوتة داخل المجتمع المصري. فلا بد من ممارسة السياسة وتغذية هؤلاء بالوعي الحقيقي من خلال منابر إعلامية وقادة الرأي، من خلال المنابر الدينية، من خلال مراكز الشباب، من خلال المؤسسات الثقافية. يا سيدي الفاضل، نحن نعاني من كارثة. مصر لن ينصلح حالها بإقرار دستور جيد أو برلمان جيد. مصر سوف ينصلح حالها إذا تخلصنا من مثل هذه الأفكار البالية. طيب دكتور فهمي، هل هذا الكلام موجه لشباب التيارات الإسلامية فقط أم لجميع الشباب الليبرالي؟ لأنك كما الليبرالي والتيارات الإسلامية واليساري وما إلى ذلك، لأنك كما تعلم أيضا في المقابل، وأنا أنقل وجهة النظر الأخرى لأنها غير موجودة معي الآن، البعض يقول أنكم لا تريدون الإسلام ولا تريدون تطبيق شرع الله،
ليس أنت يا دكتور يعني وما إلى ذلك، ولكن بعض الشباب الليبرالي، لأنه أنا أفهم جيدك. تم تداول، يعني أرجوك يعني اعذرني أرجوك، تم تداول بعض الفيديوهات على النت لبعض يعني الشخصيات العامة في مصر، وهي تقول بعض الكلام الشبيه بهذا. المشكلة، هل المشكلة في تيار بعينه، أم أن المشكلة في شباب في دولة جميعه إلا من رحم ربي يعني أصبح مغيبا وينتصر لفكرة وهذا ينتصر لفكرة أخرى، وفي النهاية الوطن لا يوجد وطن؟ أنا معك أن الشباب ضحية لأننا لم نمارس دورنا كما ينبغي أن نمارس، يعني نعترف أننا لا نمارس الدور كما ينبغي. عن الليبرالية تقوم على إعمال العقل وإعلاء قيمة الفرد وحرية التعبير واقتصاد السوق، ومن الفكر الزائف المضلل لدى المجتمع أنهم يوهمون الشباب بأن الليبرالية تتعارض مع الإسلام، والحقيقة أن الذين يدرسون الأديان المقارنة يصفون الدين الإسلامي بأنه دين ليبرالي، لأنه أقر حرية العقيدة، وهذا ما لم يقره دين آخر. كما أن عباس محمود العقاد له كتاب اسمه التفكير فريضة إسلامية، فيه أهمية التفكير وإعمال العقل في الإسلام. ولنا في الشيخ محمد عبده رمز من رموز الفكر المستنير للإسلام، وبالتالي الليبرالية ليست ضد الإسلام، والذين يروجون لذلك يروجون لخداع الشباب وحتى لا يخدم الشباب على ممارسة سياسة كما ينبغي أن تمارس. هم يريدونهم مضللين معصوب الأعين لا يرون إلا ما يرون. نعم دكتور، نعم دكتور فهمي، يعني هذا كلام مهم بالفعل، ولا بد أن يكون لكم دور في المستقبل. يعني كل الأطراف لا بد أن يكون لها دور، القيادات السياسية والشخصيات العامة لا بد أن يكون لها دور في احتواء الشباب من كل الأطراف. شكرا جزيلا للدكتور فهمي هاني عضو جبهة الإنقاذ على هذه المداخلة. أنا أستكمل حديثي مع ضيفي الكريم السيد المستشار رضا أبو حجي. سيادة المستشار، يعني نتحدث عن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، الوضع الاقتصادي المتهالك كما يعني تفضلت، وما يعني يمكن أن يكون عليه في المستقبل. هل تستطيع السلطات المصرية في هذا التوقيت الحد من هذا التدهور؟ طبعا كيف؟ هو يعني هو في بادرة أمل في بعض الاقتصاديين بدأوا يرجعوا تاني مرة أخرى، وبدأ السيد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الدكتور الببلاوي بدأ يعقد بعض الصفقات المهمة أو الحوارات المهمة في عمل مشاريع عملاقة لبعض الدول العربية. دي كل أملنا فيها إنها تتم وما يحصلش فيها تراجع بسبب الزعزعة الأمنية اللي حصلت أو اللي متوقعة. هو ده الحل، والعودة لتفعيل دور المحافظات. يعني أنت عارف في مشاريع صغيرة في المحافظات ممكن تقوم بدورها كمساعدة للميزانية العامة وللمشاريع العملاقة. إزاي؟ يعني أنا في بعض المحافظات إحنا عندنا عجز في الوحدات السكنية. يعني إحنا في عجز عندنا في الوحدات السكنية على مستوى المحافظات. لو يتم التنسيق مع المحافظين على إعطاء فرصة للمستثمرين الجادين المصريين المتواجدين في المحافظات بإنشاء أو بإعطائهم الفرصة لإنشاء بعض الوحدات. يعني أنا مثلا واحد من الناس متقدم لمحافظ للسيد المحافظ محافظ قنا على أساس أعمل مشروع مدينة سكنية على مساحة تقريبا 200 فدان، وكان مشكورا اللواء عادل لبيب كان أبدأ استعداده معي في الأول على أساس يديني المساحة ويبدأ في إجراءات تخصيصها على أساس أعمل مدينة سكنية ووزعها للشباب على 10 سنين. وأنا شايف ده ممكن يبقى دور من دور الأحزاب صحيح في الفترة اللي جاية، وهو دور التنمية. يعني ما نلجأش للمعارضة والسياسة البحتة. يعني لازم يبقى لنا دور تنموي في الدولة، يعني عشان نبقى فعالين على أرض الواقع. يعني لو تم تخصيص وانتهاء إجراءات تخصيص المدينة دي، أنا هبدأ
اديله مقابل الارض، هديله بقيمه الارض جزء من الوحدات للمحافظه تتاجر لشباب المحافظه، وانا هبدا اوزع الوحدات اللي انا بشكل على الشباب لمده 10 سنين بدون فوائد. اذا انا اصبح لي تواجد وافاده حقيقيه على ارض الواقع في الشارع المصري. هو ده دور. ولكن هناك حائل كما تفضلت يا سياده المستشار وهو الامن، يعني تتحدث عن قنا ونعلم ان قنا في صعيد مصر، وهناك الوضع الامني يعني ربما يكون اسوأ في بعض المناطق من القاهره. لا بس هو الفرق من القاهره انه برضه في الصعيد النظام القبلي والعائلات الناس عارفه بعضها، يعني عارف في حد من العمليات التفجيرية أكتر من المدن زي القاهرة والجيزة. يعني ممكن يبقى الأمن فيها يعني متواجد أكتر من ما هو في المدن الكبرى زي القاهرة واسكندرية والجيزة. طيب قبل أن أنتقل إلى الحديث عن لجنة ال50 ولجنة المنوط بها إعداد دستور جديد للبلاد، أود الحديث عن نقطة ولكن في عجالة، وهي محاكمة الدكتور محمد مرسي الرئيس المصري المعزول. هل هذه المحاكمة يمكن من خلالها تحقيق مصالحة وطنية كما يقول البعض؟ يعني البعض يقول أن هذه المحاكمة ربما تجمع أطراف عدة أيضا على قلب وطن واحد كما تفضل، والبعض الآخر يقول إنها ستزيد من حدة الخلاف والعمق الموجود في الشارع المصري. رأيك إيه يا سيادة المستشار في هذه النقطة؟ هو متوقع إنه يحصل في فجوة، ولكن الأهم أنا مع إجراء المحاكمة ضد أي إنسان قد يكون ارتكب خطأ بشكل عام دون التمييز محمد مرسي زي حسني مبارك زي رضا ابو حجي زي الاستاذ مصطفى زي زيد من الناس، اي انسان ربنا يبعدنا عن المحاكمات يا امين يا رب. تفضل يا سياده المستشار. اي انسان اتهم في ارتكاب خطأ ضد الوطن فعليه ان يمثل امام قاضيه الطبيعي وان يأخذ جزاؤه اللي يستحق دون النظر لانتمائه أو يعني منتمي لهذه الجماعة أو لهذا الحزب. بالضبط. هو مصري وكان المنوط به أن يحفظ أمن مصر ووصل لمكان أنه أصبح مسؤول عن كل كبير وصغير في مصر. لما يرتكب خطأ متهيألي ده عقابه المفروض يبقى أكبر، لأنه أصبح هو رب البيت، يعني هو أصبح هو المسؤول عن الجميع، حجم المسؤولية بالضبط. فجزاؤه وده أنا أرى إنه ما فيش قاضي هيعرض نفسه إنه يدين بريء مهما تكون الظروف. يعني القاضي قدامه ورق، لو أثبت أنه محمد مرسي مدان فهياخد جزاؤه زي ما قال القانون. وما سبب يا سيادة المستشار بعض محاولات التشكيك في القضاء المصري وبعض القضاء والأحكام؟ يعني البعض يشكك في أحكام معينة، يعني أعتقد أنها لا تأتي له على الهوى. ما هي هو ده اللي احنا متعرضين له أكثر من سنة أو من يوم الثورة. ما فيش. هو لو احنا رجعنا مرة أخرى للوراء، جماعة الإخوان المسلمين لما جم ومسكوا الحكم أول حاجة عملوها كان التشويش أو القضاء على الأمن في البلد، وده كلنا لاحظناه. يعني كان كل همهم إنه ما يبقاش فيه أمن في البلد يقف ويشد ويمسك على الأمن في البلد. المرحلة اللي بعد كده شككوا في القضاء ونزاهة القضاء. بص أنا ما أقدرش أجزم. هذه يا سيادة المستشار يعني قضايا خلافية، هم أيضا يردون ويقولون يعني ليس من مصلحتنا أن نشكك في مؤسسات الدولة يعني وما إلى ذلك، ولكن كان هناك تعمد بعدم يعني مساعدة الرئيس مرسي. يعني هذا رأي الطرف الآخر. يعني جميل، أنا معاك،
معلش انا دلوقتي انا القائد الدفة، احنا في مركب صحيح، وانا اللي قائد الدفة. يجب علي كقائد للدفة أن أستحوذ على قلوب الآخرين عشان يبقوا معاي، أستقطب كل الآخرين بالزبط. لكي إنما ما استنفرش الكل مني وأعادي المجموعة كلها، ما هيغرقوني أنا والمركب. أنا هو ده حسن الإدارة. تمام. نعم. اللي حصل خلاف كده خالص. صحيح. طيب أنا أعتذر منك يا سيادة المستشار، ولكن معي الأستاذ محمد بدوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، أنا أعرف أنك تكتب وكنت متابعا جيدا عن الثورات العربية. سؤال عن ما آلت إليه الأمور، ولكن هذه المرة في مصر بالتحديد. كيف ترى الثورة المصرية وما وصلت إليه؟ والله يا ثورة 30 يونيو اللي حدثت في مصر هي ثورة لتصحيح مسار الثورة 25 يناير. لا، أنا أقصد بداية الثورة من 25 يناير. هي الثورة الحقيقية اللي بدأت في 25 يناير. ثورة 30 يونيو تصحيح لمسار الثورة، لأن الثورة ركبها مجموعة من الناس كانت سابت الشباب اللي قاموا بالثورة وجموع الشعب المصري يقتلون في ميدان التحرير، وهم تفاوضوا مع الإدارة وأصبحوا يهددوا الإدارة اللي كانت ماسكة في ذلك الوقت اللي هي المجلس العسكري، بأن هي هتطريق الدماء في مصر وطلع في مصر. طيب يعني وبناء عليه هي الوحيدة اللي سقطت على ثورة 25 يناير وخدتها، وكان هو ما لهمش حق فيها لان هم ما شاركوش فيها من البدايه، والدليل ان هم ما نزلوش الثوره الا لما ادوهم الامر في مساء يوم 28 يناير، ونزلوا لاجل مخطط بان في 30 يوم في بعد ما راح المعزول مرسي، فتلاقينا انهم نفس اللي حصل في يوم 28 تم بعد رحيل الدكتور مرسي. نعم أستاذ محمد، يعني أنا كنت أود الحديث معك أكثر من ذلك، وكنت أود تناول هذا الشأن بشكل أعم، يعني نسمو فوق الإخوان المسلمين وفوق جبهة الإنقاذ وما إلى ذلك، ولكن ربما في حلقات يعني قادمة ربما نستكمل هذا الحوار. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بدوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وأيضا بدوري أتوجه بجزيل الشكر للسيد المستشار رضا أبو حج رئيس حزب مصر المستقبل. أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة سيادة المستشار، ولنا موعد في لقاءات قادمة. شكرا لك سيادة المستشار. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم. هذه تحياتي مصطفى خليل، إلى اللقاء.